السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحتكم جيده واحوالكم طيبه واخباركم مزيانه ان شاء الله. فاليوم واخيرا قررت انني نتهلا في البشره ديالي، ندير لها شي روتين تفكرها، لان راني نسيت. راه ما نقولش لكم، راه مده طويله ديال بصح ما درت حتى حاجه للبشره ديالي، ما كندهنها لا بمرطب ولا بحتى شي حاجه. صافي كنطيح هكا وكنعس، كنفيق الصباح وحنا عاوتاني في الروتين ديال كل نهار. كيوصل الليل عاوتاني كنعس، كنفيق عاوتاني الصباح في الروتين ديال كل نهار. نسيت البشره ديالي تماما. فاليوم قلت لا ولا بد، ما يعني حتى البشره ديالي عليها زعما حق، عليها حق. المهم حتى البشره ديالي عندها واحد الحق، خصني نهتم بها. وخليكم معايا فانا وجدت هذا الماسك هذا باش نقول لكم المقادير ديالو. عندي هنايا الحلبه واللبن، الذكر، فانا مرقداهم في ماء عادي، ما طايب ما سخون ما والو. نخليهم حتى غادي يترقدوا مزيان ومن بعد نطلقاو. صافي من بعد ما الحلبه واللبن الذكر نتما راه ولا بحال العجينه هكايا. غادي نزيد، انا عندي واحد المعلقه ديال الرز، هذا الرز راه مسلوق. غادي نزيد الحلبه على الرز، غادي نطحنهم ونطلقاو. نتوما كيف ما شفتوا انا جبت هذاك اللبن الذكر على الحلبه على الرز، وغادي نطحن هادشي كله، يعني اللبن الذكر بالماء ديالو كلشي ما صفيتو ما والو. من غادي نطحن هادو راه مازال مقادير وحده اخرى غادي نزيدهم من بعد. نخليكم معايا. الا بان لكم كي بحالي هكا انه صعيب يتطحن، فغادي تزيدوا لي فقط واحد شويه ديال الماء اولا ما ورد، على حسب اللي عندكم. انا ما عنديش ما ورد، غادي ندير غير الماء باش يسهل عليا انني نطحنو ومن بعد نطلقاو. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما تطحن. فكيف ما قلت لكم انا زدتو الماء. المكون الثاني هو خرقوم البلدي، لان هنا عندي كميه كبيره، غادي ندير تقريبا واحد 2 معالق، خليها 3 المعالق هذاك، 3 المعالق صغار ديال الخرقوم البلدي. ومازال واحد 2 مكونات واحد اخرين. بالنسبه للمكونات الاخرى عندي هنايا العسل، نحتاج واحد معلقه كبيره هكاك ديال العسل. ولان انا اللبن كينشف ليا وجهي، فاذا عندكم نتوما البشره كينشفها لكم اللبن، ديروا مع واحد شويه ديال الزيت. انا عندي زيت البلديه، غادي ندير زيت البلديه. غندير تقريبا، راه مشات تسالي ليا القريعه. المهم عندكم ميزانكم، حتى كتحسوا انا اصلا سالات صافي. كديروا القياس اللي كتحسوا به، يعني كافي البشره ديالكم. وغادي ندير تقريبا واحد معلقه كبيره هكاك ولا ديال العسل. نزيد واحد شويه، نزيدو في التغذيه، لان راه مده ما درتش شي ماسك انا الوجه ديالي. صافي غادي نحرك هاد الخلطه هذه وهانتوما معايا. وصافي هذا هو الماسك، ها هو وجه كيف ما كتشوفوا معايا. انا درت كميه يعني بزاف، يعني نحاول الا ما درتش انني ندير هذا الماسك هذا كل نهار، الا انا ما درتش. انا غادي نديرو دابا معكم. غادي ندير، شوف كنفكر واش نديرو بيدي ولا نديرو بالمعلقه ولا. غندير خص بيدي. الصباغه ديال الشعر بقات لي في الفري، راه ما بغاش تفيد. درت ليها جافيل، درت ليها يسمى نغسل فيها، ما بغاتش. وصافي دابا غادي نخليه حتى ينشف
غير انا كنفضل انه ما تخليش نشف بزاف، لان اي حاجه نشفات بزاف على البشره الا وغادي تضر، وكان فيتوقع لي المشكل هذا. فمن الاحسن اللي غير يبدا تحسوا ان البشره صافي راه شربات كفايه ان هذاك الماسك صافي نوصلو، فانا غادي نخليه غير يبدا ينشف وانتم تشوفوا تتمات المراحل معايا. انا ما خليتش وجهي تنشف بزاف كما قلت لكم، ودابا غادي نمشي نغسلو. هذا اختي يلاه كي غسلت وجهي غادي نشفو معاكم. البارح كنت دايره الكحل وسط ليا بغات تحيد ليا من تحت عينيا. اش بان لكم فيه شي فرق؟ بان لكم كاين شي فرق ولا ما كاين حتى شي فرق؟ انا فاقاش شفت فرق كبير. بانت ليا بصراحه البشره ولات البشره هكا تفتحات ورطبه بصراحه، والله حتى فيها واحد الرطوبه هكا. جربوا هذا الماسك هذا، كيف ما قلت لكم راه هو باقي حدايا كميه كبيره، يعني ديروه في الثلاجه ما تعكسوش. انا راه صافي غادي نحيد العكس، غادي نولي نتهلا في البشره ديالي واحد الشيء، لان فعلا درت الاهمال التام. هذه حاجه ماشي مزيانه، يعني كنتهلا في كل شيء الا في البشره ديالي ما يمكنش. كنتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، وكنتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه وتردوا عليا الخبر. كتبان لي واقيلا حتى انا غادي يمكن الله اعلم نقدر نبدل الاسم ديال القناه، نردها ما نعرف جمالوكي ولا جمالكن ولا جمالك. المهم دير شي عنوان هكا اللي يحمسني باش انا كل نهار او لا ماشي كل نهار، المهم كل يومين او لا مره في الاسبوع او لا على الاقل مره في الاسبوع نوض هكايا ونحيد العكز ونتهلط انا في البشره ديالي بشي ماسك هكا ولا بشي كريم. ودابا المشكل ما عندي حتى شي مرطب، وشفت بقوه الاهمال اللي هملت البشره ديالي راه ما عندي حتى شي مرطب. درت الماسك اللي ما غنهمل حتى بشي حاجه نخليها هكا، اصلا ما ندير والو حتى لا شريت شي هكا شي كريم مرطب او لا. المهم غادي نشاركو معكم اللي فيها العكس بحالي تنوض يلاه خصنا تحزمي معايا هكايا نديرو حمله العنايه بالبشره. ونتلاقى في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.